جديد. اهلا بكم. احنا الان في مائده مستديره في اكاديميه السعاده، واحب ارحب بضيوفه الدكتوره جيهان صديق، استشاري الاسري والنفسي والمدير التنفيذي لاكاديميه السعاده. اهلا بحضرتك، منورانا. دكتور طارق ابو الوفا، الباحث في التاريخ الاسلامي ومدرب التنميه البشريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور مصطفى يحيى، باحث التكنولوجيا الحيويه والطبيه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. استاذ محمد دسوقي، احب ارحب بحضرتك، استاذ اخصائي التخاطب. اهلا وسهلا. خليني ابدا مع الدكتور طارق ابو الوفا. دكتور، عايزين نسال حضرتك الاحداث الاقتصاديه الراهنه اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي، حضرتك شايفها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالنسبه لقصه الاحداث الاقتصاديه، هي طبعا نتيجه المؤثرات اللي هي موجوده في الحرب الاوكرانيه اللي موجوده بره، فده بينعكس على الازمه الموجوده العالميه في ارتفاع سعر الدولار. وطالما الدولار بيرتفع، احنا للاسف عندنا كل حاجه بترتبط بيه، والحر الاسعار بتبتدي انها ترتفع، وده بيبقى له مردود على الاسره المصريه. النهارده مع احترامي لحضرتك، نظرا للاسعار النهارده، المراه لما كانت بتنزل تشتري حاجه النهارده ب 5 جنيه، فجاه بقت الحاجه دي ب 8 جنيه او ب 10، بتضطر انها تقلل الكميه. النهارده برضو لما هتكلم على شيء ملموس على سبيل المثال، اللي هو شوفي حضرتك، كنت البيضه كانت بكام؟ سعرها بكام؟ ب 2 و2 ونص، فايده 3 ونص، 3 وربع، 3 ونص. فطبعا ده بيقلل على النظام الغذائي حتى للطفل في مردود الاسره، وحتى بدل ما كنا ممكن نتعمل سندوتشين 3 ممكن تعمل سندوتش، فده بيأثر طبعا على النمو، وبيأثر على كل شيء في الطفل. تمام. طبعا ده